Mevlam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş. مكون تركماني، عمري 18 سنة. أنا ما كان عندي القدرة إنه أطلع وأشارك في فعاليات ومهرجانات وأطلع أغني على خشبة المسرح، لا ما كان عندي الدافع إنه أطلع. دماغو مروف بخوازه چاند آن هنری پیناسه بگه دوی وها بگره دست. چاند راستیا جواکه پیناسه دیگه. دیگینا چاند نتنستران آن گوونده. دماغو مروف لیکولین بگه لپی چانده که و دمه امی بزارمین کو چاند گلک تشتان دنا و خدا دحاوینه. هنر بخوا ایلهام و هسته. حتی ام دکارن به گلک تشتان هنری پیناسه بگن. پیوا چاند جه چاندنیه هاتیه. ام وقت ترکمن دیگلک ایریشان را درباس بون. هری داوی چته این داعشی گوتن جن یا مالی دید. جبر داگرکریا چته یان منکار بو سریخا جدری درخستا. و دمه تو درفت لپیشیا جنان تو نبو. پشتی باجار من بجه هات ریزگار کرن ایدی درفت لپیشیا حمو جنان وبو. گو جن ده هر قادین جان دا جه بگره. رولا ریزگار کرنا باجار چته یان گلکی گرینگ بو. بسایا شورشی مچان داخل جنوبا زندگیر و ما وقت ترکمن کومن خواهی گوون موزیک هلبست و شانو آوا کرن. در باسبونا من دناوا چاند و هنره دا هشت کو از قید و بندن جواکیه بشکینم و من او شرم شکاند. هیویا من او کو از ببم هنرمند. بانگا من جتواهی جنین جوان را هیا کو خادیل چاندا خوا درکوین. جبر کو چاندا ما روجانا جآلية دجمن و دي بشافتن. فبعد ما تحررت مدينة منبج حتى صار عنا دافع إنه نطلع ونفرجي حالنا ونطلع قدام الكاميرا ونغني ونسمع، ما نخبي موهبتنا يعني بس بالبيت، ما كنا نقدر نطلع ونغني برا. لا ما كان في فرصة، وكان في تشجيع يعني كتير مشدد، يعني كان في دواعش إنه حاكمين علينا، حاكمين على إنه ما بيصير، كان هيك إنه هي، فما كنا نطلع أبداً ولا كنا نحسن نغني برا. بعد ما تحررت منبج مدينة منبج صار عنا نحن دافع إنه نطلع نغني، صار عنا دافع إنه نحسن نغني قدام العالم. إيه طبعاً وفرنا وقت بعد ما تحررت مدينة منبج توفرنا كتير فرص كتير، يعني صرنا نطلع ونطالع المواهب اللي جواتنا، لأن الإنسان ما عنده موهبة واحدة، عنده أكتر من مواهب، بس بده مين يحسن يشجعه لحتى يحسن يطالع هالموهبة. فبعد ما تحررت منبج حتى أتاحت لنا الفرصة إنه نطلع ونغني ونفرجي موهبتنا للعالم. طبعاً تحرير منبج كان له دور كبير، لأنه بعد التحرير طلعوا كتير مواهب كانوا مخبئين وطلعوا، بس كمان لحد الآن في مواهب كمان مخبئة لساته، بس نحن لازم نبادر ولازم كمان نحاول نطالع المواهب اللي مخبئة جوا. يعني نحن المكون التركماني بيدعموا المرأة، وخاصة اللي في عندها مواهب بيدعموها بيشجعوها، ما عندهم انه تحفظ، ما عندهم قيود، ما عندهم انه يشددوا على المرأة كتير، بيشجعوها. في المرأة اللي عندها موهبة بيشجعوها، ما بيخلوها انه تخبي موهبتها جوا، لازم هي تطالعها وتفرجي حالها للناس وتفرجي حالها انه هي في عندها موهبة. فنحن مكوننا انه ما عنده انضباطيات، ما عنده تحفظات، ما عنده، لا كله بيساعد انه المرأة تنمي موهبتها. كتير نساء برا وحتى جوا مدينة منبج في كتيرين مكون تركماني وعندهم موهبة الغناء وعندهم أكتر من موهبة كمان، يعني نحن بندعمهم وكلياتنا بندعم بعضنا. بحب أوصل لكل شيء بيؤدي للأعلى، لأي شيء بيؤدي الإنسان مو بيحب يتطور أكتر. فنحن هيك عربي وتركي، تركماني، عربي وتركماني. غنيت كتير. لا الأغاني الحركية، الأغاني إنه هيك الدارجة هلا، يعني أغاني لا حزينة كتير ولا إنه هيك عبطة فيها كتير، لا الأغاني الحلوة الراقية يعني. إيه أنا غنيتها. هلا بعرف، دربت على الدف وعم أدرب حاليا على العود. يعني أنا هلا بعرف أدق على الدف، بس على العود لسه حاليا ما جربت لأنه لسه عم أتدرب. بقول لهم إنه ما لازم أنت تخبي موهبتك، الشيء اللي جواتك أنت لازم تطالعيه، ما لازم تخليه جوا بقلبك، لازم أنت تطالعيه وتحققي حلمك حتى توصلي للهدف اللي أنت بدك إياه، وما لازم تخبي الموهبة اللي جواتك، أنت لازم تطالعيها ولازم تعيشي اللحظة اللي أنت فيها.
ونحن عمرنا إنه ما لازم نحن ندفن حالنا جوا بالبيت، وفي كثيرين تزوجوا بعمرنا نحن، لا هذا الشيء غلط. لازم نحن نطلع ونشوف العالم ونحكي ومع العالم وكتير لازم ننمي موهبتنا حتى نتطور أكتر. بالنسبة لي الغناء فن وروح. الغناء بيعبر عن، يعني الغناء بيعبر عن الإنسان أحيانا من جواته. فالغناء بيثبت كتير شغلات كتير. في ناس بتعبر عن الأشخاص التانية بالغناء. فالغناء رسالة فعلا ما مفهوم. بالنهاية بحب أشكركم، وبحب أنصح كل فتاة، كل شابة، كل امرأة في بقلبها موهبة ومخبيتها لازم تطالعها، ما لازم هي تضل مخبيتها حاصرتها جوا. لازم انتي تطالعي موهبتك للعالم وتشاركي بمهرجانات حتى العالم تعرف انه انتي موجودة، تثبتي وجودك، تحطي بصمة بحياتك هي، لاني كلها بالنهاية رح تصير ذكرى. فلازم الانسان يعمل بصمة. فانا بحب انصح كل شابة وكل امرأة انه اذا في بقلبها موهبة، في بذاتها هي عندها موهبة، لا ما لازم تخبيها، لازم تطالعها وتفرجيها للناس.